السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة، ودايما منورين على قناتنا قناة إعلام أونلاين. النهاردة كده يعني هنتكلم عن تكاية بسيطة كده، لكن هي بتعمل مشاكل فيما بعد، مشاكل كبيرة جدا، سواء مشاكل نفسية أو مشاكل اجتماعية، لكن الناس مش واخدة بالها منها. دلوقتي لما بتحصل في حياة أي حد مشكلة، في الغالب إن المفترض يروح لصديق ليه يحكي له المشكلة، أو يروح لإمام جامع يحكي له المشكلة، أو بيروح لحد مقرب ليه، او حد عنده حكمة، او حد مثلا عنده من الذكاء اللي يحل المشكلة دي. لكن دلوقتي احنا ابتلينا ببلاء يعني خطير جدا، اللي هو ان انا اعرض مشكلتي على السوشيال ميديا، اعرض مشكلتي على الفيسبوك، اعرض مشكلتي على الجروبات اللي هي بتقول ان احنا هنحل لك المشكلة دي. طيب الوضع يبان في الظاهر ان هو ده طبيعي، يعني ما ايه يعني اي اكونت انا هدخل بيه وهقول المشكلة بتاعتي، وبعدين الناس هترد بالتجارب والخبرات بتاعتها. لكن للاسف الشديد انت مش بتاخد رايهم مثلا في موبايل، ايه رايك في الموبايل ده، هل جربته ولا ما جربتوش، ولا مثلا في غساله ولا ثلاجه، ولا بتقول لهم ايه رايكم في المنتج اللي انت اشتريته. انت بتاخد رايهم في حياتك، في خصوصياتك، فيما يخص مثلا علاقتك بزوجتك، او علاقتك باولادك، او علاقتك بجيرانك، او ايا كانت العلاقات. وصل الموضوع ان الناس دلوقتي بتعرض اخص خصوصيات الانسان على السوشيال ميديا، يحكي كل تفاصيل المشكله، انا حسيت بكذا، وانا عملت كذا، وانا سويت كذا، وانا للاسف مش عارف اتصرف، وافيدوني يا اهل العلم واهل الخبره واهل التجارب. السؤال المهم هنا، هل انت تعرف مين الناس اللي هيرد عليك دول؟ هل انت تعرف خبراتهم ايه؟ هل انت تعرف سنهم ايه؟ هل انت تعرف ديانتهم ايه؟ هل انت تعرف التجربة اللي عدوا بيها واللي هيحكوا لك عليها دي اساسا موجودة في الحقيقة ولا لا؟ في الغالب انا مشترك في عديد من الجروبات اللي هي خاصة بالمشكلات، وللاسف الشديد بشوف بلاوي، يعني ماسورة مجاري وانفجرت في كل ربوع الوطن العربي، مش كل مصر بس، لا في كل ربوع الوطن العربي. يدخل الواحد من دول يحكي المشكلة بتاعته، وتلاقي سيل من التجارب بقى والخبرات اللي بتنزل. يعني واحد مثلا بيحكي عن تجربة او خناقة هو ومرته، كل التعليقات طلقها، لا دي ما تعيش معاها، لا دي ما تستاهلش، لا طلقها، لا طلقها، لا طلقها. اذا العقل الجمعي بتاع المشكلة دلوقتي وحل المشكلة بيقول ان هو لازم يطلقها. طب افرض طلقها، يبقى احنا عملنا ايه؟ هل احنا صلحنا؟ هل احنا مثلا افدنا الشخص ده بحاجه؟ احنا بس خليناه ان هو مثلا يطلق مراته، او خليناه يكبر ان المشكله دي تافهه. وحصلت مشكله قبل كده والسوشيال ميديا كلها في الوقت ده عرفت بيها، ان في واحده اتكلمت عن مشكله بينها وبين جوزها، ان هي بتعمل له وبتطبخ له، وان الراجل يعني مشغول في البيت ومشغول على طول تعبان، فهي شايفه ان هو مش بيقول لها كلمه حلوه، مش بيدلعها، مش بيخرجها، الظروف الاقتصاديه ما تبقاش طحنه عليه بالشكل ده، لازم يراعي، لازم مش عارف ايه. فهم يغذوها بحاجات سلبيه كتير، دخلت على زوجها. وطبعا انتوا عارفين بقى الكلام اللي هو يسم البدن، انت ما بتعملش وانت ما بتسويش، وعمرنا ما شفنا منك كلمه حلوه، وعمرنا ما شفنا منك خروجه، وعمرنا ما شفنا منك، وفين المصاريف، وفين كذا وفين كذا. الراجل ما اتكلمش، الراجل يا دوب دخل نام وما اتكلمش خالص ولا رد عليها، جايه الصحيه تاني يوم لقيته مات. الضغط اللي هي عملته فيه ان هي موتته. الكلمه ممكن تموت، زي ما الكلمه صدقه، الكلمه ممكن تموت. فهي عملت ايه؟ هي موتته، كمدته، جابت اجله. بسبب ايه؟ بسبب ان هي اتغذت من ناس ما عندهاش لا تجارب ولا عندها دين ولا عندها النصيحه لله. وهي بعد كده، بعد يومين وثلاثه واربعه، لما فاقت داخله بتعتذر للناس وبتقول لهم يا ناس ياهو، محدش يكتب الا في الخبره اللي هو تفهمه. انا موتت جوزي، انا مش عارفه، انا هعيش طول عمري ندمانه، ده كان احسن زوج، ده كان احسن اب، ده كان بيعاملنا احسن معامله، انا قسيت عليه، انتوا بسببكم، انتوا اللي خليتوني انا عملت كده. لكن بعد فوات الاوان. فلازم كلنا يعني نخلي بالنا للحته دي. انت مشكلتك، عندك مشكله، اقرب الاصدقاء ليك احكيها ليه، روح لحد انت تأتمنه، روح لامام جامع. دايما القرآن الكريم قال لنا ان احنا ندخل الناس الحكيمة، والقرآن الكريم نص على كده صراحة في القرآن الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فربنا طلب منك إن كان في خلاف بينك وبين زوجتك، أو خلاف بينك وبين أي حد، هات حكم، هات حد حكيم. هو القرآن قال لك حكم، يعني حكيم عنده خبرة وعنده فطنة ويقدر يحل المشكلات بدون ان هو يجي لجانب
على جانب. فبالتالي انت لازم تكون بصير على نفسك، مش كل مشاكلك ترميها للسوشيال ميديا وتسمع اراء الناس. اراء الناس دي هتلاقي فيهم اللي عنده 12 سنه، وفيهم اللي اساسا ما بيصليش ولا بيركعها، وفيهم اللي مش خبير اصلا، وفيهم اللي هيضحك يدخل يضحك عليك. طيب الزربيح من التعليقات دي هتلاقي الاف التعليقات، انت هتروح فيها فين يا مؤمن؟ انت لما هتيجي تفكر وهتيجي تفلتر، انت فين الحكمه اللي انت هتاخدها؟ الحكمه هنا ضاله، الحكمه هنا ضاله، انت مش هتلاقيها اصلا، لان انت جيت على مجتمع مختلف في العادات والتقاليد، ومن شرق وغرب وعرب وافارقه وكل حاجه، وجاي تستمع لرايهم. اظن ده شيء معيب ان احنا نعمله، وشيء معيب ان احنا نستخدمه. السوشيال ميديا ليها استخدامات تانية، وللاسف الشديد المشاكل دي من كثرتها بتخلينا ان احنا يكون عندنا عندنا جرأة على ان احنا نعرض مشاكلنا، عندنا جرأة ان احنا نقول اسرار بيوتنا، عندنا جرأة ان احنا نتكلم في فلسفات وفي امور دينية واحنا بدون علم. لا، لازم انت تهدى على نفسك كده. وكمان انت في كتير من المشاكل لازم انت تلتجئ لربنا فيها. يعني مش كل المشاكل بدل ما ترميها على السوشيال ميديا. طب ما تصلي ركعتين قضاء حاجه، ما تصلي ركعتين استخاره، طب ما الشهور، طب ما تهدى كده، ما تهدى على نفسك كده، ما تمسك مثلا المصحف وتقرا مثلا ما تيسر من القران الكريم لعل ربنا يفتح عليك، ما تتوضى وتقوم تصلي. الوسائل كتير جدا اللي بيها ممكن انت تحل مشاكلك. طيب برضو كمان في اطباء نفسيين ممكن تروح لهم. لو انت عندك مثلا مشكله نفسيه، طب ما تروح لاطباء نفسيين، ما تشوف اي عياده من العيادات اللي هي في المستشفيات العامه وتروح تحكي لاي طبيب نفس عن المشكله اللي انت حاسس بيها. ليه انت مستني من الناس اساسا قد تكون مريضه ان هي تحل لك المشكله بتاعتك وتقول لك العلاج اهو وخلي بالك واعمل زينا زي ما بنعمل؟ تيجي انت تعمل زيهم، انت تروح في 60 ده. في 1000 حل وحل بعيده عن السوشيال ميديا، بعيده عن استخدام الفيسبوك، بعيده عن ان انت تكتب وتقول كل اللي جواك على اساس ان الناس دي هي اللي هتحل لك المشكله. لا، الناس دي حرفيا ممكن هي اللي تعقد المشكله اكتر، ووقتها مش هتلاقي حل اصلا ليها. فرجاء ثم رجاء يكون عندنا ثقافه عدم افشاء الاسرار، ثقافه ان انا افكر مع نفسي الاول وفي المحيط الضيق اللي خاص بيا الاول، ثقافه ان انا اروح لاهل التخصص واسالهم، ثقافه ان انا اسال ناس عليمه وحكيمه في الموضوع تفيدني فيه، لكن مش كل حاجة نروح نرميها على السوشيال ميديا. في نهاية الحلقة أنا بشكركم، وأتمنى أن أنتوا تتواصلوا معايا في التعليقات، وكمان للناس اللي هي مش مشتركة في القناة تعمل لنا اشتراك وتفيدنا في الموضوع ده. لو هي عندها وجهة نظر تقولها لنا، أو عندها موقف هي مرت بيه تقوله لنا، وإن شاء الله يكون رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله دايما نشوفكم في سعادة وفي صحة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.